مساء الخير او صباح الخير على حسب انت بتشوف الفيديو ده امتى. النهارده اليوم الرابع من رحلتي لبناء الشركه. هشرح لك يعني ايه براندنج وازاي هنبدا نعمله. طيب يعني ايه براندنج؟ البراندنج هو الحاجه المميزه اللي هتميز شركتك، اول حاجه اللي الناس هتفتكر شركتك بيها. طيب هديك مثال، مثلا انت لما بتشوف اعلان برجر، اول ما بتشوف مثلا برجر بتفتكر شركه معينه او براند معين. ده اللي انت المفروض هتعمله في شركتك او المشروع اللي انت عايز تفتحه. البراند عندنا بيتقسم لثلاث حاجات، اول حاجه هتبقى النيم، تاني حاجه هيبقى اللوجو، تالت حاجه هتبقى الكلر. ممكن واحد شغال فريلانسر هيقول لي طيب هو انا شرط احط اسم البراند بتاعي؟ لا، انت ممكن تحط اسمك عادي مفيش اي مشاكل. الفريلانسر برضه هيقول لي طب هو انا لازم احط لوجو ليا مخصص؟ لا، انت ممكن برضه تحط صوره ليك عادي جدا. خلينا نبدا باول حاجه، النيم. اول حاجه في اسم شركتك يكون سهل النطق. ليه سهل النطق؟ عشان يكون خفيف على اللسان والناس اصلا كلها تعرف تنطقه. يعني مثلا شركتك باذن الله ربنا يكرمك تكبر، طب افرض مثلا الشركه دي طلعت لبره او سمعت لحد بره، مثلا حرف الجيم، الجيم ده بره بيكون تقيل على اللسان، فخلي الاسم سهل النطق عشان الناس كلها تعرف تنطق. تاني حاجه ان الاسم سهل الحفظ، يتحفظ برضو بسرعه. تالت حاجه معانا ان الاسم يوصف شركتك. يوصف شركتك ازاي؟ اديك مثال، يعني شركتي انا مسميها فايرال عشان لما نيجي نعمل فيديو اعلانات مموله او الصفحه تطلع ترند، احنا اصلا شركتنا هدفها اللي هي تفايرل الصفحات، اللي هي الصفحات نكبرها نشيرها اكتر، عشان كده سميتها فايرل. طيب انت ممكن تسالني سؤال، هل الاسم لازم يكون بيوصف الشركه بتاعتي؟ اقول لك لا مش شرط، بس هو بس بيفضل مش اكتر. وبعد ما تعمل الثلاث شروط دول، اهم حاجه تتاكد ان الاسم مفيش منه كتير في السوق، مفيش ناس كتيره مسميه نفس الاسم بتاعك. لان انت لما تيجي مثلا تعمل ويب سايت بالاسم ده او تخلي الاكونت بتاعك توثقه، هيكون الحوار صعب شويه. فانت موضوع الاسم ده هتتعب فيه بس في الاول شويه. خلينا نخش على تاني نقطه وهي اللوجو. اللوجو المطلوب منك فيه اللي هو مثلا يكون الاسم بشكل مختلف بفونت مختلف وهكذا. مثال زي ايه؟ مثال زي فايرال. فايرال هتلاقي حرف الفي معوج سيكا وحرف الار في حته مقطوعه منه كده. تاني حاجه علامه مميزه ليك. علامه مميزه ليك ازاي؟ مثلا برضو زي فايرال هتلاقي كده في شكل راس بشكل ديجيتال شويه. تالت حاجه، انا مش خبير الصراحه في الموضوع اللوجو ده قوي، فانت ممكن اصلا تروح لواحد جرافيك ديزاينر هو اللي يعمل لك اصلا موضوع اللوجو، او انت ممكن مثلا تشوف فيديوهات وتتعلم ازاي تعمل لوجو. خلينا نخش على تالت نقطه. تالت نقطه هتكون الكلر. الالوان هنا هنقسمها لشقين. الشق الاول، شوف معنى الالوان لجذب عملائك. كل لون وليه معنى، يعني مثلا اللون الاخضر معناه فلوس وهكذا. انا الصراحه مش عارف معنى الالوان كلها، بس اي لون بختاره قبل ما احطه على اللوجو بروح اعرف معناه ايه او هو استهدافه ايه. تاني حاجه نخش عليها، بلاش الوان كتيره بتشوش العميل. الالوان الكتيره العميل اصلا بيزهق منها، ما بيحبش اللوجو اللي بيكون فيه الوان كتيره مشوشه. لا، اختار لك مثلا من، انا عن نفسي اختار لك من لونين، يعني هما لونين اصلا شايفهم حلوين، لو عايز تضيف التالت ضيف التالت. هما كام لون اللي هو ما يشوش العميل، بحيث ان اللوجو يكون شكله مهندم. يبقى كده البراندنج متقسم لثلاث حاجات. الحاجه الاولى هي النيم، الحاجة التانية هي اللوجو، الحاجة التالتة هي الكلر. وده كان فيديو النهاردة. بكرة بإذن الله هيكون يوم الخامس، أعلمك إزاي تبدأ فعلا تطلق شركتك أو تفتح شركتك. وما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة. سلام.